طبعا درسنا الترم اللي فات عصر الخلفاء الراشدين، وعرفنا ان العصر الخلفاء الراشدين انتهى بمقتل الخليفه علي بن ابي طالب. طيب يا ترى بعد علي بن ابي طالب ما مات مين هيحكم المسلمين؟ والمسلمين هيختاروا مين حاكم ليهم؟ وراحوا على الحسن ابن علي بن ابي طالب، قالوا له تعالى احنا عاوزينك تحكمنا. الحسن بن علي قال لهم لا، انا مش محتاج الخلافه ومش عاوز احكمكم واشيل مسؤوليه كبيره جدا زي دي، واتجه لمعاويه ابن ابي سفيان وتنازل للخلافه عن معاويه بن ابي سفيان. ده عنوان فيديو النهارده ودرس النهارده. هنتكلم يعني ايه الدوله الامويه وقامت على يد مين ومين اللي اسسها، والمسلمين كان اخبارهم عامله ايه. حضر بقى الورقه والقلم بتوعك، كراستك الجميله وقلمك الجميل، ونكمل فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة سنة 6 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس نيرة ياسر. هنتكلم النهاردة عن درس الدولة الأموية. ركزوا بقى معايا فيه لأنه درس مهم جدا ودرس سهل جدا في نفس الوقت، بس محتاج تركيز ومحتاج ورقة وقلم بقى ايه، وتفوقوا كده للفيديو وتركزوا معايا. طيب دلوقتي هنتكلم عن ايه؟ خدنا الترم اللي فات عصر الخلفاء الراشدين. طب يا ترى بعد الخلفاء الراشدين ايه اللي حصل؟ مين اللي كان ماسك أمور الدولة الإسلامية ومين اللي هيكمل الحكم؟ قال لي بعد مقتل الخليفة علي بن أبي طالب انتهى عصر الخلفاء الراشدين وبدأ عصر جديد اللي هو عصر الدولة الأموية. عصر الدولة الايه؟ الأموية. الكلام ده كان سنة 40 هجريا. يبقى كده عصر الخلفاء الراشدين انتهى بمقتل مين؟ علي بن أبي طالب. دلوقتي الدولة الأموية هتقام بقى بخليفة هيأسس الدولة وهيعمل دولة جديدة وحكم جديد. مين هو ده؟ قال لي معاوية بن أبي سفيان. اسمه ايه؟ معاوية بن أبي سفيان. مين معاوية ده وهيعمل ايه؟ قال لي معاوية بن أبي سفيان هيأسس دولة جديدة اسمها الدولة الأموية. الدولة الأموية اهتمت جدا بالحضارة الإسلامية، والأمويين اللي هم الخلفاء اللي حكموا كانوا مهتمين جدا بالحضارة الإسلامية وبازدهارها وبانتشارها. طيب يا ترى عصر الدولة الأموية كان كام سنة؟ 91 سنة. في ال 91 سنة دول قدروا الأمويين اللي هم الخلفاء الدولة الأموية قدروا يعملوا حضارة إسلامية وتزدهر ويبقى ليها حدود كبيرة جدا. لما يجي لي سؤال يقول لي بما تفسر ازدهرت الحضارة الإسلامية في عصر الدولة الأموية، هقول الأمويين اهتموا بثلاث حاجات. أول حاجة قال لي تنظيم شؤون الدولة داخليا وخارجيا. قال الأمويين كانوا منظمين شؤون الدولة من حيث الجيش والحكم والإدارة داخليا وخارجيا. تاني حاجة كمان اهتموا بالعلوم والفنون والعمارة، كانوا مهتمين بالعلم والعلماء، كانوا مهتمين بالفن والبناء والعمارة والمساجد. رقم 3 قال لي استكمال حركة الفتوحات الإسلامية، يعني كملوا الفتوحات الإسلامية اللي بدأت في عهد أبي بكر الصديق. فبالتالي قال لي هنا دلوقتي الأمويين اهتموا بإيه، أو ليه الحضارة الإسلامية ازدهرت في عهد الأمويين؟ هقول بسبب اهتمام الأمويين بثلاث حاجات. أول حاجة تنظيم شؤون الدولة داخليا وخارجيا، واهتمامهم بالعلوم والفنون والعمارة، استكمال حركة الفتوحات الإسلامية. طيب هم هنا دلوقتي كملوا حركة الفتوحات الإسلامية. معنى ان انا اكمل فتوحات اسلاميه يبقى حدود الدوله بتاعتي هتكبر، حدود الدوله بتاعتي هتوسع. ما انا دلوقتي ما التزمتش بالمكان او المساحه بتاعت الدوله بتاعتي، انا بدات افتح اماكن جديده، بدات انشر الاسلام في اماكن جديده. فبالتالي لما يجي لي السؤال يقول لي ما النتائج المترتبه على استكمال الامويين حركه الفتوحات الاسلاميه، اقول له ادى الى ايه؟ ادى الى اتساع حدود الدوله الامويه شرقا وغربا. ما انا بكمل فتوحات اسلاميه فبالتالي حدود الدوله بتاعتهم كبرت شرقا وغربا. دلوقتي هنتكلم بقى عن خلفاء الدوله الامويه. انا قلت الدوله الامويه حكمت كام سنه؟ 91 سنه. في ال 91 سنه دول قدرت انها تاثر في الاماكن اللي فتحوها كلهم. طيب مين هم الخلفاء المشهورين اللي فعلا قدروا يعملوا الحضاره؟ قال لي هم 4 خلفاء مهمين جدا. طبعا ابتدينا بالخليفه معاويه بن ابي سفيان، بعديها الاقي عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز. تعالوا نتكلم عن كل خليفه بالتفصيل على حده ونشوف اهم النقط فيه. اول واحد عندنا هو معاويه بن ابي سفيان. قال لي معاويه بن ابي سفيان اسمه معاويه بن ابي سفيان من بني اميه، ده نسبه. حكم الدولة الإسلامية كام سنة؟ قال لي حكم من سنة 41 هجريا لسنة 60 هجريا. طيب يا ترى في الوقت اللي حكم فيه عمل إيه؟ اهتم بالدولة الأموية على المستوى العسكري وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى العمراني. يبقى هو دلوقتي اهتم بالدولة الإسلامية يعتبر من الجوانب الإدارية والعسكرية والعمرانية. طب نتكلم عن الجانب العسكري. ما أنا هتكلم عن جانب عسكري يبقى هقول بقى جيش وأقول بحرية إسلامية. يعني إيه بحرية إسلامية؟ البحرية اللي هو عدد السفن اللي بيحارب في المية. الجيش ده عادي بيحارب على الأرض، طب مين اللي بيحارب في المية؟ السفن دي بسميها اسطول بحري اسلامي. فمعاويه بن ابي سفيان اهتم بتدريب الجيش وبالبحريه الاسلاميه، دي بسميها جانب عسكري. طيب لما اهتم بيهم عمل بقى مصانع، المصانع دي هتعمل لي سفن، واهتم بتطوير المواني، المكان اللي هيرسو عليه السفن او المكان اللي هيقف عليه الايه؟ السفن. على الجانب العمراني قال ان هو عمل مدينه جديده اسمها مدينه القيروان. فين القيروان دي؟ قال لي في تونس دلوقتي. يبقى دلوقتي على الجانب العسكري وعلى الجانب العمراني. نشوف بقى الجانب الاداري عمل ايه. في الجانب الاداري قال لي عمل ديوان
الخاتم وديوان البريد. ديوان الخاتم وديوان البريد ليه اتسمى بالخاتم؟ قال لي من اسمه ديوان الخاتم، كان بيختم الرسائل بالشمع، فلما كان هيختمها بالشمع خلاص منع للتزوير، هي كده مش هتتزور. كده لو حد هيقدر ان هو يعمل رساله ويقول الرساله دي جايه من الخليفه معاويه بن ابي سفيان، هيقدروا يعرفوا هي دي مزوره ولا لا. ده ديوان الخاتم. طب ديوان البريد؟ قال لي من اسمه برضه. البريد ده بعمل بيه ايه؟ قال لي ببعت بيه رساله، بقدر ان انا اتواصل مع غيري. فنفس الكلام لو معاويه بن ابي سفيان عاوز يبعت رساله مثلا لاي والي من الولاة اللي حاططهم في الاماكن المفتوحه، مثلا مصر او العراق، فلسطين او تونس، هيعمل ايه؟ هيبعت لهم رساله من خلال ديوان البريد. فبالتالي مهمه ديوان البريد ده مهمته ايه او وظيفته ايه؟ قال ان هو هيسهل الاتصال بين الخليفه وبين الولاة اللي موجودين في الاقاليم الاسلاميه الاخرى. يبقى دلوقتي لما ابص على اعمال الخليفه معاويه بن ابي سفيان هلاقي اعمال على الجانب العسكري، طبعا قلنا الجيش والبحريه الاسلاميه، اعمال على الجانب العمراني اللي هو بنى مدينه اسمها القيروان بتونس ما تنسوهاش، وكمان على الجانب الاداري ان هو عمل ديوان الخاتم وديوان البريد. نروح بقى للخليفه الثاني اللي هو مين؟ عبد الملك بن مروان. قال لي بعد وفاه معاويه بن ابي سفيان كان في خلفاء مسكوا الخلافه، مسكوا الحكم للدوله الامويه. قال لي بس كان ابرزهم او كان اشهر واحد فيهم هو عبد الملك بن مروان، اسمه عبد الملك بن مروان. حكم من سنه 65 هجريا ل 86 هجريا. قال لي اعتبروه بقى المؤرخون المؤسس الثاني للدوله الامويه، على الرغم من ان كان في قبليه خلفاء كتير، بس هم اعتبروه المؤسس الثاني للدوله الامويه. ليه اعتبروه المؤسس الثاني؟ قال لي لانه هو الوحيد اللي قام بتوحيد الدول الاسلاميه. الدول الاسلاميه مرت بمرحله من الفوضى والاضطرابات والانقسامات، وكان في مشاكل وكان في صراع وكان في خناقات كتير، فقدر ان هو يوحد كل البلاد الاسلاميه تحت حكمه، يعني قدر ان هو يقضي على كل المشاكل اللي بتحصل دي. فبالتالي المؤرخون اعتبروه ده المؤسس الثاني للدوله الامويه. طيب تعالوا نشوف بقى عبد الملك بن مروان عمل ايه. عمل حاجات مهمه جدا خلته برضو المؤسس الثاني. اول حاجه عملها قام بتعريب الدواوين، خلى الدواوين باللغه العربيه. الديوان ده اللي هو مثلا هي كلمه بتعني السجل او الدفتر، يعني زي وزاره حاليا، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه، وزاره القضاء، اي وزاره عامه. فجعل الكتابه في الدواوين باللغه العربيه، وبالتالي اصبحت اللغه العربيه هي اللغه الرسميه او الاساسيه في الاداره. ثاني حاجه عملها، عمل اول دار لصك الدراهم والدنانير الاسلاميه باللغه العربيه، يعني قدر ان هو يخلي العمله اللي هو الدرهم او الدينار خلاها عمله اسلاميه عربيه باللغه العربيه. ثالث حاجه عملها، انشا مسجد قبه الصخره بفلسطين، والمسجد ده هو يعتبر الكل بيخلط ما بينه وما بين مسجد الاقصى. المسجد قبه الصخره هو اللي بيبقى القبه بتاعته من فوق لونها اصفر، ده مسجد قبه الصخره هو اللي عمله. يبقى مين اللي بنى مسجد قبه الصخره؟ عبد الملك ابن مروان. يبقى دلوقتي عبد الملك ابن مروان اعتبروه المؤرخون المؤسس الثاني للدوله الامويه. اهم اعماله قدر ان هو يعرب الدواوين باللغه العربيه، عمل اول دار لصك العمله باللغه العربيه اللي هي العمله الاسلاميه. بعد كده انشا مسجد قبه الصخره في فلسطين. بعد وفاه الخليفه عبد الملك بن مروان قال لي تولى ابنه بقى الوليد بن عبد الملك بن مروان. يبقى الوليد بن عبد الملك ابن مين؟ ابن عبد الملك بن مروان. قال لي مسك الخلافه من سنه 86 هجريا ل 96 هجريا. سموا العصر بتاعه بالعصر الذهبي للدوله الامويه. يبقى مين اللي كان عصره ذهبي؟ الوليد بن عبد الملك. طيب مين المؤسس الثاني للدوله الامويه؟ عبد الملك بن مروان. طب مين المؤسس الاول للدوله الامويه؟ مين اللي عمل الدوله بتاعته؟ معاويه بن ابي سفيان. تعالوا دلوقتي نشوف الوليد بن عبد الملك بن مروان مسك الخلافه بعد ابوه توفى من سنه 86 ل 96. طيب في الوقت ده عمل ايه؟ قال لي قدر ان يبقى في رخاء واستقرار وامن وامان في الدوله. اهم اعماله اهتم بالعماره وحفر الابار وتمهيد الطرق، قدر ان هو يمهد الطرق لحركه التجاره عشان النقل والمواصلات يقدروا يمشوا بسهوله وينقلوا البضائع من دوله لدوله. قدر ان هو يحفر الابار عشان يطلع ميه، طبعا لما يبقى في ميه هتقوم الزراعه فبالتالي هيزداد الخير في الدوله. كمان قدر ان هو يبني مستشفيات، قدر كمان ان هو يوسع الحرم المكي والحرم النبوي، قدر كمان ان هو يبني مسجد في سوريا، مسجد مهم جدا اسمه المسجد الاموي بدمشق. المسجد الاموي بدمشق اللي هو في سوريا دلوقتي. المسجد الاموي ده مسجد جميل جدا وفيه زخارف جميله بتدل على تطور العماره في عصر الدوله الامويه. يبقى دلوقتي انا عندي الخليفه الوليد بن عبد الملك بن مروان اهتم بايه؟ قال اهتم بالعماره وتمهيد الطرق وحفر الابار، بناء المستشفيات، وكمان توسيع الحرم المكي وتوسيع الحرم النبوي. قدر ان هو يبني المسجد الاموي بدمشق اللي هي بسوريا حاليا. قلنا المسجد الاموي يعتبر من اهم المساجد او من اهم الاشكال المعماريه اللي بتدل على اصاله وحضاره الدوله الامويه في العماره. بيتميز بروعه التصميم المعماري والزخارف والنقوش الاسلاميه الجميله اللي مرسومه على جدران المسجد ده، والمسجد ده سمي بالمسجد الاموي نسبه للدوله الامويه. دوله امويه فمسجد اموي. مين اللي بنى المسجد الاموي؟ هو الوليد بن عبد الملك. نروح بعد كده للخليفه الرابع وهو عمر بن عبد العزيز. قال لي عمر بن عبد العزيز حكم من سنه 99 هجريا ل 101 هجريا. وعلى فكره عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. هو عصر الخلفاء
الراشدين انتهى بمقتل علي بن ابي طالب، اعتبروه ان هو خامس الخلفاء الراشدين. اشمعنى عمر بن عبد العزيز؟ ما كان في قبله خلفاء عملوا اعمال كتيره جدا في الدوله الاسلاميه، لان عهد عمر بن عبد العزيز تميز بتحقيق العداله، كان في عداله. طب ايه الدليل ان هو كان في عداله؟ قال انه ما كانش بيختار اي حد ويحطه في وظيفه معينه، ده كان بيختارهم بتركيز وبعنايه شديده جدا، كان بيختار ناس بيتميزوا بالصلاح والتقوى وحسن السيره والعلم والايمان. فبالتالي لما يقول لي وعهد عمر بن عبد العزيز بيتميز بتحقيق العداله، ليه؟ هقول له لانه كان بيختار ولاه بيتصفون بايه؟ بحسن السيره والعلم والايمان والتقوى والصلاح. اهتم بايه كمان؟ اهتم بالعلم والعلماء، وكمان اهتم ببناء المدارس. هو طبعا مسك وقت قليل جدا، في الوقت ده قدر ان هو يعمل حاجه اسمها خانات، اهتم ببناء الخانات. ايه الخانات دي؟ قال الخانات دي مكان لاستضافه المسافرين، بيبقى مكان زي دلوقتي الفندق مثلا او القرى السياحيه او الاماكن اللي بيبقى فيها ناس مسافره من مكان من دوله لدوله تانية، وبيبقى فيه سفر وقت طويل جدا، فطبعا طبيعي ان هم هيرتاحوا في مكان، فكانوا بيروحوا يقعدوا في المنطقه دي اللي هي اسمها الخانات. يبقى مين اهتم ببناء الخانات او مين اللي بنى الخانات؟ هو عمر بن عبد العزيز. طيب ما المقصود بالخانات؟ يعني ايه خانات؟ هقول له اماكن لاستضافه المسافرين. يبقى الخليفه عمر بن عبد العزيز تولى الخلافه من سنه 99 ل 101 هجريا، قدر ان هو يحقق العدل، قدر ان هو يهتم بالعلماء ويبني مدارس ويهتم بالعلم، قدر ان هو يعمل كمان خانات. احوال الدوله الامويه بعد عمر بن عبد العزيز اتغيرت، وقال الدوله بدات تقع وتنهار وتسقط. طيب ده بسبب ايه بقى؟ قال لي بما تفسر سقوط الدوله الامويه، او ليه الدوله الامويه وقعت وليه ضعفت وليه انهارت. اول حاجه احنا اتفقنا اي دوله هتقع او اي دوله هتبقى ضعيفه يبقى كان في صراع او كان في مشاكل او كان في ثورات او كان في ضعف من الملوك. سقوط الدوله الامويه ليه؟ اول سبب عندي صراع ما بين الاسره الامويه على الحكم، او الناس اللي بيحكموا كان في بينهم صراع. تخيلوا مثلا البيت اللي بيحكم، البيت نفسه مش حابين بعض، البيت نفسه بينهم مشاكل، فبالتالي هيبقى ده بسبب من اسباب السقوط، مفيش تعاون. يبقى اول سبب عندي من اسباب سقوط الدوله الامويه صراع الاسره الامويه على الحكم. تاني سبب برضو قال لي صراع. طب صراع مين؟ قال لي صراع القبائل العربيه، كل واحد فيهم برضو عاوز القبيله بتاعته هي اللي تصل للحكم. يبقى كان في صراع ما بين الاسره الامويه وكان في صراع ما بين القبائل العربيه برضو عاوزين يوصلوا للحكم. تالت حاجه قال لي بقى في دوله اللي هي دوله ايران ظهر فيها الدعوه العباسيه على يد واحد اسمه ابو مسلم الخراساني. ظهرت الدعوه العباسيه في خراسان. خراسان دي اللي هي بلاد ايران حاليا. قال لي ظهرت الدعوه العباسيه. يعني ايه دعوه عباسيه؟ يعني جماعه ظهروا كده عاوزين يسقطوا الدوله الامويه ويعملوا دوله جديده اللي هي الدوله العباسيه. ففي وسط حاله الضعف اللي حصلت، في انهيار، في صراع، في مشاكل، قال لك خلاص احنا نشوف الوقت المناسب ونروح نحاربهم ونوقع الدوله بتاعتهم ونعمل دوله جديده اللي هي الدوله الايه؟ العباسيه. فبالتالي من اسباب سقوط الدوله العباسيه يبقى اول حاجه قلنا صراع الاسره الامويه على الحكم، صراع بين القبائل العربيه للوصول للمناصب المهمه. ثالث حاجه قال لي ظهور الدعوه العباسيه، قال لي ظهرت في خراسان على يد واحد اسمه ابو مسلم الخراساني. طب كان هدفهم ايه؟ هدفهم يوقعوا الدوله الامويه ويعملوا دوله جديده وهي الدعوه الايه؟ او الدوله الايه؟ العباسيه. يبقى دلوقتي انا عرفت ان الدوله الامويه خلاص انهارت ووقعت، ودلوقتي هيبدا عصر جديد وهو عصر الدوله العباسيه. كده يبقى احنا خلصنا درس النهارده. هنعمل مراجعه سريعه بس على الدرس. احنا اتفقنا ان الدوله الامويه قامت على يد معاويه بن ابي سفيان. معاويه بن ابي سفيان عمل ايه؟ كان له اعمال على الجوانب الاداريه والعسكريه والعمرانيه. عمل جيش، بحريه اسلاميه، اهتم او عمل ديوان الخاتم، ديوان البريد. بعد كده انتقلنا لمين؟ عبد الملك بن مروان. قلنا عبد الملك بن مروان المؤسس الثاني للدوله الامويه او العصر الذهبي للدوله الامويه. ليه عصر ذهبي وليه مؤسس ثاني؟ قلنا ده عرب الدواوين، عمل اول دار لصك العمله اللي هي الدراهم والايه؟ والدنانير اللي هي عمله اسلاميه باللغه العربيه. كمان قدر ان هو يبني مسجد اسمه قبه الصخره بفلسطين. هننتقل بعد كده لابنه اللي هو مين؟ الوليد بن عبد الملك بن مروان. طيب عمل ايه سريعا؟ يهتم بحفر الايه؟ الابار وتمهيد الطرق. قدر كمان يبني المستشفيات. قلنا ان هو عمل المسجد الاموي. بعد كده انتقلنا للخليفه عمر بن عبد العزيز، وقلنا ان هو اتسم العهد بتاعه بتحقيق العداله. ليه؟ لانه ما كانش بيختار اي حد، كان بيختار ولاة بيتسموا بالايه؟ بالصلاح والتقوى وحسن السيره. تمام؟ فبالتالي العهد بتاعه كان عهد فيه عدل. قدر كمان ان هو يبني الخانات ويهتم بالعلم والعلماء ويبني المدارس. طيب سريعا قلنا يعني ايه خانات؟ قلنا اماكن لاستضافه المسافرين. طيب بعد كده انتقلنا قلنا سقوط الدوله الامويه. اما قلنا صراع ايه وصراع ايه؟ قلنا صراع بين الاسره الامويه، قلنا صراع بين القبائل العربيه. قلنا كمان ظهرت دعوه عباسيه. ظهرت فين؟ في خراسان. من خراسان دي اللي هي ايران. قال لي على يد واحد اسمه ابو مسلم الخراساني، وادت الدعوه دي لسقوط الدوله الامويه وقيام الدوله العباسيه. وبكده نكون انتهينا من درس النهارده. اتمنى ان انتوا كلكم تكونوا فهمتوا وركزتوا على اهم النقط اللي انا قلت عليها، وشكرا جدا ليكم ان انتوا وصلتوا
وصلتوا لاخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.